لما بيجي ياكل بنلاقي ان الاكل وسخ جدا وريحته وحشه وكانه طالع من الزباله، وبيقرف جدا وبقول له ايه ده؟ ازاي الاكل ده ب 200 دولار؟ وبقول له هو ده الاكل بتاعنا وطعمه حلو. وبقول له لو فعلا حلو خد كل منه. والشيف بيقول لي المساعد بتاعه خد كل، وبيتصدم اول ما بيقول له كل وبيبص عليه وبيقول له يلا. واول ما بياكل منه بيرجع على طول علشان اساسا الاكل ده جاي من الزباله. وبيقول له انا عايز اروح اشوف المطبخ. والشيف بيقول له لا ما ينفعش زبون يدخل المطبخ. وبيوري له كارنيه وبيقول له انا ظابط ومفتش يعني من حقي اعمل كده. وبعد ما بيدخل المطبخ بيلاقي ان المطبخ نضيف جدا، ومساعد الشيف ما بياخدش باله منه وبيرمي الاكل في الزباله، وبيعرف بقى ان الاكل جاي من الزباله وبيزعل الشيف ويقول انا هقفلك المطعم ده. بعد كده بيجيب المفتش وبيقول له بص دول جايبين لي اكل عامل ازاي. ولما بيفتح الطبق بيلاقي انهم بدلوا الاطباق باكل كويس، والمفتش بيزعق له وبيقول له ايه اللحمه مش مستويه. وبيقول عشان انت بترمي بلاك وشكلك بتعمل كده عشان ما تدفعش، انت موقوف من الشغل لمده شهر. وتاني يوم بيعمل نفس الزبون وبيدخل هو متنكر بلبس تاني وبيستخبى في المطبخ لحد ما الشيف والمساعد بيجوا. والشيف بيقول له هات اكل من الزباله وحطه للبنت السوداء عشان بعد كده ما تجيش تاني. وبيكون واقف ومظلوم اللي سامعه، بيطلع بسرعه بيبدل رقم الاطباق مع بعض. وفعلا الطبق بتاع البنت السوداء بينزل المفتش، والمفتش اول ما بيفتحوه بيلاقي ان ده الاكل اللي من الزباله وريحته وحشه جدا. وبقول له ايه القرف ده؟ والشيف بيقول له انا اسف بس الاكل ده كنت هنزله بنت البشيطه سمراء عشان بعد كده ما تجيش تاني. وبيجي المفتش الموقوف وبيقول لرئيسه تاكد دلوقتي، والمفتش بيوعد الشيف انه هيقفل له المطعم ده.